الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ونحمد الله عظيم سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام أوليائه وسيد أصفياء وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فاليوم إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى وطوله ومدده وإحسانه نعيش مع ركن عظيم جدا من أركان الصلاة، وهو الركوع. وفي الحقيقة يعني للوهلة الأولى أول ما يلفت النظر وهو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الركوع والسجود. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الركوع والسجود، لدرجة إن احنا ممكن نعد كده مع بعض 5 أو 6 أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهم قضية الركوع والسجود. أول حديث قال صلى الله عليه وسلم، ويعد معايا كده الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود. لا خير، ما بيقولش لا خير في صلاة، خلي بالك من الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين، لم يقل لا خير في صلاة، أنا بيقول لا خير في إيه؟ في دين لا ركوع فيه ولا سجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث دهوت لما أمر بعض الصحابة اللي أسلموا إن هو جه عليهم الصلاة فقال له اركع، قالوا لا ما بركعش، ركوع مش راكع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود، وما زال به رسول الله حتى ركع. طبعا انت تتعجب من ايه؟ احنا يا جماعه مش فاهمين اصلا فلسفه الركوع، عشان كده مش فارقه معانا، انما هم فاهمينها، عشان كده كان بيقول لك انا ما اركعش، وفي الاخر ركع، بس ركع وهو فاهم. انما احنا بنركع واحنا مش فاهمين، مش عايشين معنى الركوع اصلا، مش عايشينه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين، مش لا خير في صلاه، لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ترون في الشارب، الكلام ده كان في فترة مكة بقى قبل ما الحدود تنزل في المدينة، حد السرقة وحد الزنا، فالنبي كان بيهيئه. فقال: ما ترون في الشارب، بيشرب خمرة، والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، إن شاء الله كده ربنا هيكرم والعقوبة إيه؟ تنزل. وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته، أوحش حرام في الدنيا اللي بيسرق نفسه، الذي يسرق إيه؟ صلاته. فقالوا: كيف؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. الله، اشمعنى يعني إيه؟ الركوع والسجود لا يتم ركوعها ولا سجودها. عجيب، أعجب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث اهو، معنا 3 أحاديث اهو: الطهور ثلث والركوع ثلث، يبقى الصلاة 3 أثلاث. الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث، فمن أداها ال3 أثلاث دول بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله وإن كان قليلا، ببركة إتمام الصلاة، خاصة الطهارة والركوع والسجود. ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله وإن كان عظيما. فنستخرج من دي قاعدة عظيمة جدا، وهي أن الصلاة إكسير القبول. الصلاة إكسير، وده بقى قضية الاهتمام بالصلاة.
الصلاة إكسير القبول. يعني إيه إكسير القبول؟ هتقبل منك كل أعمالك لو قبلت منك الصلاة، وهترد منك كل أعمالك لو ردت منك الصلاة. هتقبل منك كل الأعمال وهيبارك فيها حتى ولو كانت على المشي، طالما صلاتك كويسة ربنا هيبارك في القليل من العمل ده ببركة الصلاة. وهترد منك سائر أعمالك، قال سائر عمله، ده لو قال رد عمله، لو قال رد عمله هتفيد كل العموم، فالنبي أكد العموم قال سائر عمله. سائر عمل يعني كل حاجة عملها، يعني بر والدين، يعني صلة رحم، يعني صدقة، يعني زكاة، يعني تضحية، خطب أمر معروف، نهي عن منكر، جهاد في سبيل الله، بيجاهد وهو ما بيصليش، كل ده هيرفض وهيرد. اقعد يا ابني انت اهو، اقعد. وهيرد. فده شيء عجيب جدا. كده معانا كم حديث؟ 3. خد معاك الرابع. لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. مش معنى الركوع والسجود. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي 60 سنة، يعني نقول بلغ وعنده 12-13 سنة وصلى له 60 سنة، يبقى احنا بنتكلم الآن عن راجل عنده كم سنة؟ 72 73، وبيصلي من صغره من أول ما بلغ، وما تقبل له صلاة، وربنا ما تقبلوش إيه؟ صلاة واحدة. لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. والحديث الشيخ الألباني محسنه في صحيح الترغيب من حديث أبو هريرة. والحديث ده مرعب ليه؟ لأن في دليل إن التقصير في ركن واحد بيضيع الصلاة كلها. عدم إتمام ركن واحد يضيع الصلاة كلها. وللأسف إحنا بنهتم بالسنن الظاهرة وبنضيع المعاني الباطنة. فتلاقي الأخ حريص على السنة ويرفع إيده كده وهو دماغه في دنيا تانية أصلا، وهو في بحر الدنيا بيعمل مشروع ويفتح حساب في البنك ويحسب الحسابات ويروح يحط الفلوس ويستنى الدور بتاعه كمان وهو بيصلي. خد بقى الحديث كده. خدنا كام حديث؟ لا، خدنا 5. خدنا 5 أحاديث. السادس: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام البخاري. البخاري. فدي قضية خطيرة جدا، إن إحنا داخلين دلوقتي على أهم الأركان في الصلاة وأخطر الأركان، وكون إن النبي صلى الله عليه وسلم يركز على الركنين دول ده دليل إن ناس كتير جدا هتضيعهم. وهتلاحظ في حاجة تانية، إن مع كل ركن فالموضوع هيتفرع عنه 4 أركان. ما أنت عندك الركوع وعندك الاعتدال من الركوع. ده الاعتدال من الركوع ده اللي هو ركن الحمد، أنا مسميه إيه؟ ركن الحمد. ماشي؟ ده في ناس ما بتعملوش أصلا، هو بيجي يقول سمع حمد الله بس بيخطف ال3 في بعض كده، وكمنه حرامي. النبي سماه حرامي صارخ. ففي حرامي شاطر بطريقة اوتوماتيكية ما تعرفش يا اخويا بيجيبها ازاي. تلاقي هو عمل خطفة كده من الركوع، قال ايه بقى هو كده رفع وقام جاي مكلفتها بإبرة ازاي برضه ما تاخدش بقى. كل ده بحركة يعني بهلوانية كده والعبانية خطيرة، وتحس ان هو صلى وهو لم يصلي. فتلاقيه كلفت الركوع مع الرفع من الركوع مع السجود، كل ده في حركة كده. مع ان اصلا الرفع من الركوع اللي هو احنا بنسميه ركن الحمد، لما نيجي نتكلم عنه في يوم في درس مستقل هتعرف ان ده من اعظم اركان الصلاة. هتعرف ان الركن ده من اعظم
أركان الصلاة ركن الحمد. ده احنا كنا لسه بنقول إن ربنا خلق الناس لتحمده أصلا، وقلنا أن قلوب العباد ممتلئة بحمد، حتى أهل النار لن يدخلوا النار إلا بعد أن تمتلئ قلوبهم بحمد الله. فده من أعظم أركان الصلاة. فأدي كده بقى معانا من الركوع الرفع من الركوع، ومعانا السجود اللي هو أصلا سجدتين اتنين، في ركن في النص اللي هو ركن الاستغفار. ركن الايه؟ الاستغفار. ركن الاستغفار اللي هنبقى نتكلم بقى في حته الايه؟ الانس بالقرب. فالانس بالقرب ده ممكن يخلي الدماغ ايه؟ تشت، وممكن العبد يضيع فيه الادب. ما زاغ البصر وما طغى، فيفوقك يقول لك اوب استحضر ذنوبك، فتقول رب اغفر لي 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 رب اغفر لي، وترجع تاني. لأن في ناس بتطرد في أقرب لحظات القرب. تخوف دي يا عم الشيخ شفيق. في ناس بتطرد فين؟ في أقرب لحظات القرب. فقضية الاقتراب خطيرة. فاسجد واقترب. إبليس انطرد فوق ولا انطرد هو تحت؟ إبليس انطرد هو فوق. فأنت ممكن تجي لك لحظة كده أنس كده تحسسك إن أنت خلاص، فربنا يقول لك فوق، تقوم الله اكبر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي الله اكبر، تبقى ساكت تاني. فبقى كده كون اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالركنين دول، لا ده هم ما بقوش ركنين، ده بقوا كام ركن؟ 4. فاللي هيتمهم هيتم ال4. اللي هيتمهم هيتم ال4. فبتقوم جاي رافع ايدك، ترفع ايدك عند النزول تعظيما لأمر الله، الله أكبر، وانت رافع ايديك. ولتمكين اليدين من المشاركة فتضع اليدين على الركبتين، وتشرع في التكبير الله أكبر. والتكبير في الانتقالات كتلبية الحاج من مشعر إلى مشعر. خلي بالكم يا جماعة إن الصلاة فيها معنى الحج. طيب وانت داخل كده من مشعر لمشعر، من العرفات، من عرفات للمزدلفة، من المزدلفة لمنى تاني، كل ده انت عمال تقول لبيك اللهم ايه؟ لبيك اللهم لبيك. قال العلماء أن تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن كالتلبية من مشعر إلى مشعر. احفظ الجملة دي كويس. التكبير من ركن إلى ركن كالتلبية من مشعر إلى مشعر. فأنت بتصلي كأنك بتحج بالظبط. شوفوا احنا بنكلفة الصلاة ازاي، مش عايشينها. التكبير من ركن إلى ركن كالتلبية من مشعر إلى مشعر. فتهبط لله راكعا. والركوع ده كان أيام زمان بيبقى للملوك، وما زال إلى الآن موجود في اليابان. لما تيجي تسمع واحد ينحني لك، وبيعملوه عند الملوك. لما يجي في بدعة والعياذ بالله، ممكن يعني ما تفهمش، يعني في المغرب لما يسموه يعني ولا يسلموا عليه لازم يركعوا له والعياذ بالله، وهو مبسوط، مش عارف مبسوط على ايه. حاجه عجب والله، عجب يعني. عشان كده العرب لما واحد يقول اركع يقول لهم ايه؟ اركعش. انا اركع فين يا عم الحاج؟ ما بركعش. قالوا لا هتركع بس لله. تركع لي؟ انت هترجع لمين؟ لله. هو فاهم يعني ايه الركوع. خلاص انت عبد بتركع بس لسيدك لله سبحانه وتعالى. فالركوع يا جماعة احفظوها كده، غاية خضوع الظاهر هو السجود. غاية خضوع الظاهر الركوع، وغاية خشوع الظاهر السجود. والخضوع محتاج تعظيم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب. والتعظيم يستوجب الخشوع. وفي نقطة تانية برضو محتاجين ننبه إليها، إيه؟
إن هذه العبادات تتكلم عن إيه بالظبط؟ عن هيئات الركوع والسجود، عبادة مستقلة ولو بدون كلمة. يعني كل الدين أنت تنحن ربنا كده، دي عبادة. خاصة إذا كانت عينك فيها مطروفة وربنا شايف فيها تعظيمك له وأنت بتركع. ما هو في واحد عينه مفتوحة مجحرة كده، عينه بكحة، خلينا نتكلم بصراحة، فتلاقي ما بينحسش فيه وهو بيركع الايه؟ الخضوع. انت بتبين لربنا ذلك، بتبين لربنا طقطقة ايه؟ طقطقة. لا يقول لك ده عينه مطروفة. في واحد بقى تلاقيه بيجح عينه مش مطروفة، مش مبين لربنا كده. لازم نتعلم هذه الادبيات. فتلاقي وهو راكع كده عينه مطروفه وخاشع وخاضع. الكلام اللي هو هذا التسامت، التسامت جاي من السمت، فإن لم يكن عندك سمت فتسامت. هذا التسامت، طقطقة الكتفين كده وانحناءة الرأس وخضوع العينين، اعمله حتى لو انت ما انتش عايشه، مرة في مرة هيجي. ده هو عبادة ظاهرة ولو لم يكن معه كلام. فكيف بقى بالأذكار اللي هتتقال؟ الأذكار دي عبادات تانية يا إخوان، دي عبادات أخرى. إنما بمجرد ما أنت بس بتركع كده بظهرك كده وعينيك مطروفة كده وكتفك كده مقربة من بعضها كده وفي هيئة الخضوع والذل، دي عند ربنا كبيرة قوي. الدليل مش دروشه. في حديث المسيء صلاته النبي ما ذكرلوش ولا ذكر واحد. لما قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. انما قال له اعتدل قائما ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وفي كل ده ما علموش ذكر واحد. ليه؟ علموا الهيئات الاول، مكنوا منه. فدل ذلك على ان هذه الهيئات وهذه الاركان هي لباب الصلاه. فانتبه، لباب الصلاه الهيئه دي. فلازم الهيئه ديت، هيئه القلب تبقى متركبه على هيئه البدن. يعني ايه؟ يعني الجسد راكع والقلب عامل كده اهو، ما ركعش، فكده الهيئه هتبقى ضعيف. انما لا، ده هي محتاجه مع ركوع الجسد ركوع القلب، ومع سجود الجسد سجود القلب، ومع اعتداله. فتلاقي قلبك بيسجد مع وبيركع مع جسمك وبيقوم يقف تاني مع عايش. دي هيئه لوحدها عباده مستقله، بتاخد عليها ثواب، والعلماء بيتكلموا عليها لوحدها. يعني هديك مثال اكبر دليل على ان دي حاجه ودي حاجه، ان هم اختلفوا في الاذكار. لما تقول سبحان ربي العظيم، هي دي سنه ولا واجب ولا ركن؟ انما الامه كلها اجمعت ان الركوع اللي هو انحناءة الظهر دي ركن، اللي يضيعها يبقى ضايع الصلاه. مش هيسجد لها سجود سهو، هو لازم يجيبها على كده يبقى يسجد سجود السهو. عشان كده فصلوا بين الاثنين، وده من جمال علماء الاسلام ان هم فصلوا بين الركوع واذكار الركوع، وفصلوا بين السجود واذكار السجود. فدي له حكم وده له حكم، وده له هيئه وده له هيئه، وده ليه ثوابه وده ليه ثوابه، وده ليه تقديره عند ربنا وده ليه تقديره عند ربنا. طيب هتبدا بقى، تعالى بقى كده احنا خلاص فهمنا الهيئه وبتعيشها ازاي. طيب هتبدا تقول ايه؟ هناخد الكلام ده على يومين. هناخد النهارده بس سبحان ربي العظيم بس، وبكره نقول اذكار الركوع. التسبيح ده قضيه خطيره. وتلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار اسم الله العظيم مع التسبيح، فقال سبحان ربي العظيم. ليه؟ لان وظيفه الركوع التعظيم،
وظيفة الركوع التعظيم، سبحان ربي العظيم. وقلنا قبل كده ان سبحان جاء من سبحة، ومادة سبحة اللي هي السباحة. فكأن الإنسان حينما يسبح بتستحضر فيها هيئة السابح، كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون رشز. فالسابح بيبقى عليه معنيين. أول حاجة المقاومة المقاومة من أجل النجاة من الغرق والهلاك. فالإنسان حينما يسبح هو يقاوم الغرق والهلاك، فالتسبيح من أسباب النجاة. هذا أول لقطة. 2، الإنسان من كتر السباحة هتلاقيه نظيف ولا متسخ؟ نظيف. حب يسبح هيطلع من الماء يعني متوسخ ازاي؟ فكذلك أيضا الإنسان بكثرة تسبيحه سيكون نظيفا، هيبدأ ينظف وذنوبه تقل. عشان كده في حديث تاني بقى أخطر أنا نسيته، يبقى كده معاك 7 أحاديث من 6، إن الإنسان إذا ركع أو سجد قامت ذنوبه فوق ظهره تتحاط. ربنا وانت راكع وساجد ربنا بيجمع عليك ذنوبك، بتيجي فوق ظهرك وانت راكع وانت ساجد، كل ذنوبك بتيجي فوق ظهرك. طول ما انت مطول في الركوع عماله ايه؟ تنزل. طول ما انت مطول في السجود عماله ايه؟ تنزل. سرقت نفسك وخطفت الذنوب فوق دماغك. فاصبر على نفسك. بتسرق نفسك ليه؟ بتخطفها ليه؟ ماشي بالسياسة احنا اللي دهنا الهوا دوكو ليه؟ بس خلاص هو احنا كده بقت هوية ثقافية، كله بينصب على كله، فبقى ينصب على نفسه. لا، ده السجود سبحان ربي العظيم. قال صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، لم يقل اجعلوها في سجودكم، ولكن قال اجعلوها في ركوعكم. بل أبطل أهل الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق والترمذي والنسائي والجماعة دول ركوع صلاة من لم يقلها في ركوعه وسجوده. يعني واحد ما قالش سبحان ربي العظيم في الركوع صلاته بطلة عند أحمد بن حنبل إذا تعمد ذلك. واحد ما قالش سبحان ربي الأعلى في سجوده صلاته بطل. التسبيح زي ما قلنا حركة القلب، زي ما انت وانت بتسبح جسمك بيتحرك، فكذلك التسبيح هو حركة القلب المصحوبة بإجلال الرب سبحانه وتعالى ومسكنة النفس والإزراء عليه. يبقى التسبيح جاي من السباحة، يبقى حركة، بس حركة مين؟ حركة القلب مصحوبة بإجلال الله وإزراء النفس. قالوا وأصله أن تبتدئ بما يعطيك إياه الحس. يعني آخر لقطة جسمك كان عليها تبدأ تسبح منها. يعني إيه؟ آخر لقطة إيه؟ عنده صداع رهيب، فتاخد وانت بتسبح ربنا تاخد موضوع الصداع ده معاك في التسبيح وتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وانت عمال تسبح تقول ده وجع الرأس ده هو فعل الله، ربنا هو اللي وجعني راسي، ربنا هو اللي جرحني، ربنا هو اللي كسر ايديا، ربنا هو اللي عمل فيا الكلام ده. طب ليه؟ تشهد كمال الله وأنت تقول سبحان ربي العظيم، وتشهد جلال الله وتشهد عجزك. صدعني عشان أعرف إن أنا ضعيف، شوية صداع بيرقدوني زي الوحدة. فتشهد عجزك وفقرك ونقصك وضعفك، فتقول مرة أخرى سبحان ربي العظيم،
وبعدين تبدأ تستحضر ذنوبك، وإن وجع الراس ده هو بيغسل ذنوبك غسل، فتقول سبحان ربي العظيم اللي من علي بهذا الصداع، وتبدأ تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم الرحيم الحكيم العدل، فينتقل القلب وهو يسبح من حال إلى حال كان أول مبدئه الحس. كان أول لقطة منه إيه؟ الحس. آخر حاجة أنت عليها شوية صداع، أكلة كنت واكلها وحلوة والجماعة جايبه لك بطة، إيه الجمال ده كله؟ قاعد في الدار والبط بيجيلي ويتنظف عند اللي نظفه وطبخه اللي طبخه، وبعدين جالك محطوط وأنت قاعد رحيم، مع إنك قاعد طول النهار بتعصيه. فآخر لقطة، آخر مشهد للحس ممكن يبدأ منه التسبيح. طيب ده ربنا فعل ده بذنوبي، طب ايه ذنبي بقى اللي انا اذنبته؟ سبحان ربي العظيم، وتبدا تستحضر الذنب وتبدا تعد الخطايا. عشان كده الموضوع محتاج يطول بقى، محتاج بقى يبقى الركوع 5 6 7 8 9 دقايق. ليه؟ ده انت عمال تفكر في كل ده. ده انت بدأت بشوية صداع، الصداع جرجرك للذنوب، الذنوب جرجرتك للتوبة، التوبة جرجرك للاستغفار، الاستغفار ده خلاك تعرف ان ده كل ده بقى رحمة من ربنا، ده المنحة انقلبت الى ايه؟ الى منحة. فانت محتاج وقت عشان تقعد تنتقل من مشاهد العبودية الى مشهد اخر، وهكذا ينتقل التسبيح من مشهد تضع التسبيح فيه على همومك فيطردها، أو تضع التسبيح فيه على أوجاعك أدوائك. ماسك النهاردة استهترك بالوقت، شهوة النساء، الغيبة والنميمة، كل دي أوجاع عمالة توجعك، مرض حقيقي عندك، فأنت ماسكه بتحط عليه التسبيح حتى يبرأ، حتى يبرأ، فتضع التسبيح على همومك فيزيلها، تضع التسبيح على أوجاعك فتبرأ، تضع التسبيح على رغباتك فتأتي، تبدأ بقى تنتقل إلى موطن الرجاء. ده أنا نفسي أحفظ القرآن، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم العظيم اللي في ايده ان انا احفظ القرآن مع كبر سني ووهن عظمي وانشغالي وكثرة المطلوب مني. سبحان ربي العظيم اللي يقدر يخلي، العظيم اللي يحججني وانا ما معيش فلوس، العظيم اللي يخليني اذكره وانا مش قادر، العظيم اللي يخليني اعبده وانا مريض، العظيم اللي يتوب عليا وذنوبي كتير، العظيم اللي يحل لي مشاكلي، العظيم. فبالتعظيم وبالتسبيح تزول همومك، وبالتعظيم والتسبيح تبرأ من أوجاعك، وبالتسبيح والتعظيم تنال ما ترجوه. وفي هذا قد كفاية، الحمد لله رب العالمين.